إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 16 من أغسطس عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم للمساعي التركية ومدى نجاحها لحل الخلاف الصومالي الأثيوبي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. انطلاق المحادثات الدولية في جنيف بشأن الأزمة السودانية بالرغم من غياب الحكومة السودانية، وارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مكب النفايات في أوغندا إلى 26 قتيلا، بينما لا يزال 39 آخرين في عداد المفقودين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. انطلقت الأربعاء في جنيف مباحثات دولية تهدف إلى وقف إطلاق النار في السودان ووضع الحلول للأزمة الإنسانية جراء الحرب الدائرة في هذا البلد منذ منتصف أبريل العام الماضي، وذلك بغياب الجيش السوداني ومشاركة وفد قوات الدعم السريع وحضور أمريكي وسعودي وسويسري ومصري وإماراتي إلى جانب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وصرح المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بريلو بأن المشاورات تركز على امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها، ووقف الاقتتال واحترام القانون الإنساني الدولي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية، مضيفا بأن الوقت قد حان لإسكات أصوات البنادق، مؤكدا استمرار المفاوضات بمشاركة ممثلين للجيش أو من دونهم بالرغم من صعوبة عقد وساطة رسمية لغياب ممثلي الحكومة حسب تعبيره. وشدد المبعوث الأمريكي إلى السودان على أن الأزمة في السودان وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة، حيث يواجه الملايين الجوع الشديد والنزوح، فيما أدى الصراع المستمر إلى ارتكاب فظائع واسعة النطاق بما في ذلك الهجمات على النساء والأطفال. وأشار إلى أن جهود الشركاء في جنيف تركز على إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة السودانيين، والمضي قدما لتحقيق وقف الأعمال العدائية وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية وإنشاء آليات إنفاذ تحقق نتائج ملموسة. وفي الشأن السوداني أيضا ذكرت وكالة رويترز للأنباء بأن مجلس السيادة الانتقالي في السودان قال الخميس إنه سيفتح معبر أدري الحدود بين تشاد والسودان لمدة 3 أشهر لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الحرب. وكانت الحكومة السودانية قد أوقفت تسليم المساعدات عبر المعبر الحدود في فبراير الماضي، قائلة إن قوات الدعم السريع كانت تستخدمه لنقل الأسلحة. قالت الشرطة الأوغندية يوم الأربعاء إن عدد القتلى جراء انهيار أرض في مكب النفايات في العاصمة الأوغندية كامبالا الأسبوع الماضي ارتفع إلى 26 شخصا، بينما لا يزال 49 شخصا في عداد المفقودين. وفي وقت متأخر من مساء الجمعة في الأسبوع الماضي انهار جبل من النفايات في مكب للنفايات على مشارف كامبالا، مما أدى إلى دفن عشرات المنازل بينما كان الناس نائمين. وحتى يوم الأحد بلغ عدد القتلى 21 شخصا، وأكدت الشرطة أنها انتشلت المزيد من الجثث منذ عطلة نهاية الأسبوع، وأنها تمكنت من تقدير عدد المفقودين من خلال إجراء مقابلات مع الناجين. وقالت الشرطة في بيان إن من بين المفقودين 35 من السكان المحليين و4 من جامع النفايات، مضيفة أن أعمال البحث مستمرة لمحاولة انتشال المفقودين. هذا وجاء لانهيار الأرض في أعقاب الأمطار الغزيرة التي ضربت أجزاء واسعة من الدولة الواقعة في شرق إفريقيا في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في فيضانات وأضرار واسعة النطاق. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم،
وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نخصصه في حلقة اليوم للمساعي التركية ومدى نجاحها لحل الخلاف الصومالي الأثيوبي. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. فكما تابعتم وإيانا، اختتمت في العاصمة التركية أنقرة الثلاثاء الجولة الثانية من المباحثات بين أثيوبيا والصومال، والتي ترعاها الحكومة التركية دون التوصل إلى أي اتفاق يذكر، سوى التأكيد على بدء الجولة الثالثة من المباحثات في 17 من سبتمبر أيلول القادم. وقد استمرت هذه المباحثات يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 12 و13 من أغسطس الجاري. وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع وزيري خارجية أثيوبيا تايا صقا سلاسي ووزير خارجية الصومال أحمد فقي معلم عقب انتهاء الجولة الثانية من المباحثات، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن جولة المباحثات الصومالية الأثيوبية الثالثة بوساطة تركية ستجرى في أنقرة في 17 من سبتمبر القادم. وأوضح فيدان أن الجولة الثانية تضمنت مناقشة ملفات أكثر وكانت شاملة أكثر من الجولة الأولى، معربا عن امتنانه جراء هذا التقدم. وأفاد هاكان فيدان أنه تمت في الجولة الثانية مناقشة بعض سبل الحلول المحددة خلال الاجتماعات، وأن هذه الصيغ تهدف إلى إزالة الخلافات القائمة والاتفاق على إطار عمل مقبول للجانبين. وأضاف أنه أتيحت لهم الفرصة للتركيز على التفاصيل والأبعاد الفنية للخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها، لافتا أنه ثمة تقارب كبير بين الطرفين حول بعض المبادئ الأساسية والعناصر المحددة، ما يعد تقدما كبيرا. وشدد الوزير التركي على أن تركيا تهدف لإزالة المخاوف القائمة وحل المشكلات ليس لصالح الصومال وأثيوبيا فحسب، بل لصالح المنطقة بأكملها. وأكد على استمرار المشاورات مع الأطراف والشركاء الإقليميين قبل انعقاد الجولة الثالثة في 17 من سبتمبر على أمل إتمام المحادثات بنجاح. بدوره أعرب الوزير الأثيوبي عن شكره لتركيا والرئيس رجب طيب أردوغان جراء هذه المبادرة، مؤكدا أن تركيا اتخذت خطوة مهمة للغاية لتسهيل المفاوضات بين بلاده والصومال، كما بذلت جهودا كبيرة للتوفيق بين وجهات النظر المتعارضة وحل الخلافات قدر الإمكان. وعبر عن ثقته في أن فيدان وتركيا سيتوصلان إلى الحل بشكل عاجل، ما سيضمن لأن يصبح لأثيوبيا منفذا مباشرا على البحر. كما أعرب وزير الخارجية الأثيوبي عن تفاؤله وأمله في عقد اجتماعات مثمرة بشكل أكبر في الجولة الأخيرة من المحادثات. من جانبه أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي عن بالغ شكره لتركيا جراء استضافتها الجولة الثانية، مضيفا أن تركيا تواصل المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة. وأردف قائلا إن بلاده وأثيوبيا تواصلان المحادثات بفضل جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته وتصميمهم على الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وأكد على تسجيلهم تقدما في الجولة الثانية، مشيرا إلى عزم الصومال في الحفاظ على سلامة أراضيه وسيادته ووحدته. وعبر عن أمله في التوصل إلى حل نهائي في الجولة الثالثة في ظل الزخم الذي تحقق وفق ما ذكرت وكالة أناضول التركية. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما زلتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنجح المساعي التركية لحل الخلاف الأثيوبي الصومالي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. وبالعودة إلى الأزمة الدبلوماسية التي انفجرت بين البلدين في يناير الماضي بسبب توقيع أثيوبيا لمذكرة التفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي بشأن حصول أثيوبيا على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم، فإن هذا التأزم ليس هو الأول من نوعه، وما كان لأن يصل إلى هذا المستوى الذي وصل إليه بسبب توقيع هذه المذكرة فقط. ولكن بتقديرنا يعود السبب
إلى تراكمات الماضي ورواسبها الكامنة في صراعات البلدين ونزاعاتهم المتكررة منذ ما قبل الاستقلال وبعده. فقد اتسمت العلاقات الصومالية الأثيوبية بالصراعات والتوترات والفتور بعيدا عن السلام والاستقرار الذي يفترض أن يسود العلاقات بين دول الجوار ذات التداخل القبلي والعرقي. ويرجع البعض هذا الصراع إلى تقاطع المصالح ووجود الاختلافات الجوهرية الناتجة عن تضارب الأهداف وتمايز المعتقدات وتناقض الأيديولوجية بين البلدين. وغالبا ما كان يأخذ هذا الصراع زمنا طويلا لحله أو إيقافه، وقليلة هي الفترة التي ساد فيها السلام وشهدت فيها الأوضاع الهدوء والاستقرار بين البلدين. وتعود معظم أسباب هذا الصراع إلى ما يعتقده الصوماليون توسع أثيوبيا على حساب الأراضي الصومالية بضم إقليم الأوغادين الذي تقطنه القبائل الصومالية في أثيوبيا، حيث مثل هذا الإقليم المضطرب بؤرة التوتر الدائم بين البلدين وأجج الصراع بينهما عبر الحقب المختلفة بعد الاستقلال. واندلعت أول حرب بين البلدين في العام 1964 واستمرت حتى عام 1967، ومثل البلدان ساحة أخرى للحرب الباردة بين المعسكر الرأسمالي والمعسكر الاشتراكي، أو لنقل بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي آنذاك، لا سيما في فترة الرئيس محمد سياد بري الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري على سلفي عبد الرشيد شارماركي، وأعلن تبني الفكر الاشتراكي وخاض حربا مع أثيوبيا لاستعادة إقليم الأوغادين بين عام 1977 و 1978، ولكنه اضطر لإيقاف هذه الحرب بسبب ضعف الإمكانات لمواجهة أثيوبيا التي كانت تجد دعما قويا بالمال والسلاح. واستمرت المناوشات بين البلدين بعد انهيار نظام سياد بري ومنغستو هيلي ماريام، حيث قامت القوات الأثيوبية بالتوغل داخل الأراضي الصومالية في عام 1996 وسيطرت على مدينة لوغ. وفي يوليو عام 1999 سيطرت القوات الأثيوبية على مدينة بيدوا. وفي العام 2006 وبعد سيطرة المحاكم الإسلامية على معظم الأراضي الصومالية قامت أثيوبيا بغزو الصومال، وحينها أعلن رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي أن دخول أثيوبيا في هذه الحرب هو بسبب التهديدات المحدقة بحدود أثيوبيا، وأن قوات الدفاع الأثيوبية أجبرت لدخول هذه الحرب لحماية السيادة العليا لأثيوبيا. وأكد أن أثيوبيا لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية للصومال. وهنا يجب أن نشير مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات إلى نقطة مهمة جدا، وهي دخول النظام الإريتري كطرف في حرب غير معلنة ضد أثيوبيا في الصومال، ودفعت بعدد من القوات الإريترية إلى هناك، بل إنها قامت باستضافة قادة المحاكم الإسلامية بعد انسحابها من مقديشو في ديسمبر عام 2006، وذلك بعد محاصرة من القوات الصومالية والأثيوبية. وهذا التدخل هو الذي عرض النظام الإريتري فيما بعد للعقوبات الدولية. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، ما زلتم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنجح المساعي التركية لحل الخلاف الأثيوبي الصومالي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. إذن سلسلة الحروب المتوالية بين البلدين خلال 60 عام من استقلال الصومال كونت قناعات راسخة لدى الطرفين للجوء للعنف والعنف المضاد في حل نشوب أي خلاف ولو كان بسيطا، وغيب صوت العقل والحكمة في التعاطي مع خلافاتهما، وخاصة الجانب الصومالي الذي يشعر بالغبن من أثيوبيا تاريخيا. ولذلك عد توقيع المذكرة طعنا في خاصرته الرخوة والتفافا على العلاقات الجيدة بين البلدين، خصوصا بعد أن شهدت هذه العلاقات تطورا ملحوظا في عهد الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، تمثل في توقيع اتفاق التعاون الشامل بين إريتريا وأثيوبيا والصومال في سبتمبر من العام 2018 في العاصمة أسمرة، وهو اتفاق وسم بأنه يدعم أهداف شعوب هذه الدول ويبني روابط سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وثيقة. لكن هذا الاتفاق لم يصمد طويلا، حيث انفجر في أول بالون اختبار خلاف بين أثيوبيا والصومال في أزمة المذكرة بصورة علنية. وليس ذلك فحسب، بل إنها كشفت للعلن سوء تردي العلاقات الإريترية الأثيوبية من خلال تحركات مواقف البلدين المتطابقة حيال هذه الأزمة، تمثلت في الزيارات المتكررة للرئيس الصومالي إلى أسمرة، والتي بلغت 3 زيارات بعد اندلاع الأزمة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات
تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنجح المساعي التركية لحل الخلاف الأثيوبي الصومالي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وهنا نتساءل: لماذا تعاظم الدور التركي في الاهتمام بالأزمة بين البلدين والحرص على حل الخلاف بينهما، بالرغم من تقاصر دور الاتحاد الإفريقي وبقية المنظمات الإقليمية والدولية في محاولة جمع الطرفين لترميم العلاقات وإعادة المياه إلى مجاريها؟ بالنظر إلى بعض مواقف دول المنطقة وبالذات الدول العربية أو المنظمات الإقليمية، نجد أن مواقفها وتسريحاتها تتماهى مع الموقف الصومالي، مع بعض الإيحاء الخجول في الدعوة إلى التهدئة والبحث عن حلول سلمية لنزع فتيل التوتر، بما في ذلك الاتحاد الإفريقي، وهو ما رأت فيه أثيوبيا انحيازا واضحا للموقف الصومالي مع استصحاب المواقف السابقة تجاه سد النهضة، وبالتالي هي مواقف غير متزنة من وجهة نظر الأثيوبيين. أضف إلى ذلك عدم سعي دول المنطقة بمبادرات ومساعي لنزع فتيل الأزمة بين الدولتين. أما تركيا فهي تتمتع أولا بعلاقات وشراكات متعددة ومتوازنة مع الدول الإفريقية وفق ما تقتضيه مصالحها، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين تعزيز الأمن وبناء المؤسسات ودعم السلام وتقديم المساعدات والتوسع في الأعمال التجارية. فقد ساهمت في إنشاء المراكز التعليمية في الصومال وتقدم المساعدات العينية، وتمتلك قاعدة عسكرية تعتبر الأكبر لتركيا خارج أراضيها. ووقعت في فبراير الماضي اتفاقية التعاون التجاري والعسكري مع الصومال تقوم بموجبها بتقديم الحماية في المياه الإقليمية الصومالية، وتعمل على تأهيل وتدريب القوات البحرية الصومالية، بالإضافة إلى تأهيل القوات الصومالية من القطاعات الأخرى في المؤسسات العسكرية في تركيا. كل ذلك يلعب دورا مهما في منح تركيا ثقة الصومال لتلعب دور الوسيط المقبول. في المقابل أيضا تمتلك تركيا علاقات جيدة مع أثيوبيا ضاربة في عمق التاريخ الحديث، تمتد جذورها إلى حقبة العشرينات من القرن الماضي، حيث افتتحت تركيا أولى سفاراتها في إفريقيا جنوب الصحراء في أديس أبابا في العام 1926، لتبادلها أثيوبيا بالمثل بافتتاح سفاراتها في أنقرة في العام 1933. إضافة إلى ذلك تتمتع تركيا بعلاقات تجارية جيدة مع أثيوبيا، حيث تنشط حوالي 200 شركة تجارية تركية في أثيوبيا، في مقدمتها شركات البناء والصناعات الدوائية والغذائية. كما أن الصادرات التركية إلى أثيوبيا في العام 2023 بلغت قرابة 300 مليون دولار. وفي مايو الماضي قام رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد بزيارة إلى تركيا بهدف تعزيز علاقة البلدين، يبدو أنها كانت محفزة للجانب التركي للعب دور الوسيط بين البلدين، عطفا على ما تقتضيه المصالح بينهما، بغض النظر عن كون أبي أحمد طلب التوسط لحل الأزمة أم لم يطلبه. وفي مطلع يوليو الماضي استضافت تركيا وزيري خارجية الصومال وأثيوبيا في مباحثات لربع الصدع بين الدولتين، في خطوة اعتبرت أولى المساعي الدبلوماسية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وحينها ذكرت وسائل الإعلام عن مصادر دبلوماسية تركية بأن جهود الوساطة التي تبذلها أنقرة بدأت بعد أن توجه رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في زيارة إلى العاصمة التركية في مايو الماضي، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان وسلمه رسالة طلب فيها من تركيا التوسط بين الصومال وأثيوبيا. وعقب انعقاد الجولة الأولى للمباحثات، قالت الخارجية الأثيوبية في بيان إن وزيري خارجية أثيوبيا والصومال تمكنا من خلال التسهيلات التركية من التبادل بشكل صريح وودي وتطلع لشأن خلافاتهم، وتطلعا إلى معالجتها ضمن إطار مقبول، مع التأكيد على التزام الطرفين بالحل السلمي للخلافات. وحددت الأطراف 2 سبتمبر موعدا للجولة الثانية من المباحثات، والتي تم فيما بعد تقديمها 12 أغسطس الجاري، لتنتهي هي الأخرى دون الوصول إلى أي اتفاق، بتحديد 17 سبتمبر القادم موعدا لعقد الجولة الثالثة والأخيرة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تنجح المساعي التركية لحل الخلاف الأثيوبي الصومالي؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. وقد حرص الجانب التركي على إنجاح الجولة الثانية من المباحثات، حيث استبق موعد انعقادها بمجموعة من المساعي الحثيثة، تمثلت في زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أديس أبابا مطلع الشهر الحالي،
واتصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قبل موعد انعقاد القمة بيوم واحد في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهما. ومن هذا المنطلق أيضا ستحرص تركيا بشكل أكبر على إنجاح المباحثات القادمة، وستكرس كل الطاقات الممكنة، وذلك بمزيد من التحرك بين الفرقاء وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين دون المساس بمصالحها في البلدين، خصوصا وأن هذه المساعي تبذل في الوقت الذي نجد فيه بعض الدول الإقليمية ذات الخلاف مع أثيوبيا وبالتحديد مصر تبدي ترحيبا بمثل هذه المبادرات وعدم اعتراضها عليها، شريطة عدم انتهاكها وحدة أراضي الصومال وسيادته بالرغم من التشكيك في جدواها، وفق ما أعرب وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي. في المقابل يلوذ النظام الإريتري بالصمت حيال هذه المساعي، ولم يسمع له صوت سواء بالترحيب بها أو عدمه لا تصريحا ولا تلميحا. ومن الطبيعي أن لا يكون للنظام الإريتري أي تحرك أو تفاعل على المستوى العلني، ولكنه بحكم علاقة التعاون في تدريب وتأهيل القوات الصومالية على الأراضي الإريترية يمكن أن يمارس ضغوطا تزيد من تصلب الموقف الصومالي للتشبث بشروطه وعدم إظهاره مرونة في مواقفه المتشددة. وعلى هذا الأساس لن يدخر جهدا في سبيل إعاقة كل المساعي التي تصب في مصلحة شريكه في اتفاقية السلام 2018 وتحد من طموحاته التي يرى أنها خصما من رصيده في اتفاقية السلام وتبعياتها. فهل يا ترى تستطيع تركيا تقريب وجهة النظر بين أثيوبيا والصومال دون ترك أي مساحة يمكن أن يستفيد منها النظام الإريتري في هذه الأزمة وتهميشه في هكذا ملف يرى أنه من أولى أولوياته كما حدث في اتفاقية بريتوريا بالرغم من دوره الرئيسي فيها؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام القادمة، والأيام حبلى بالمفاجآت. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. انطلاق المحادثات الدولية في جنيف بشأن الأزمة السودانية بالرغم من غياب الحكومة السودانية، وارتفاع عدد القتلى جراء انهيار مكب للنفايات في أوغندا إلى 26 قتيلا، بينما لا يزال 39 آخرين في عداد المفقودين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.